السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ حطوا لي لايك بقى وفعلي لي الجرس وشاركوا في القناة في المطبخ من المسافة المصري عشان يوصل لك كل جديد ويوصل لحبايبك كل جديد. واولادك يدعموك. يعني يدعموك ازاي يا ام سيف؟ يعني يدعموني، يطلبوا مني الحاجة مرة واثنين وثلاثة نفس الحاجة اللي انا بعملها وانت راخرة تدعميني عشان الحاجة دي على قد ايدينا. بص كمية قد ايه، احنا مش عاملينها بدقيق بس اعرفي بس جوه الفيديو احنا عاملينها ازاي. ولازم تخشي معانا الفيديو من اوله لاخره وتدعميني كتير كتير وتدعي لي دعوه حلوه من قلبك. يلا بينا تعالي. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. حبيبي يا رسول الله، حطي لي لايك بقى وفعلي لي الجرس، شاركي في قناه مطبخ مصيف المصري عشان يوصلك كل جديد. احنا بنعمل كل حاجه على قد ايدينا، على قد ايدينا خالص. هنعمل حاجه حلوه للاولاد برضك على قد ايدينا. لو عندك شويه لبن ولقيتيه جاب معاكي هنعمله برضك، هنعمل بيه. مش هقول لك لا، مش شرط مخصوص لبن اللي انت تجيبيه مخصوص من بره. طيب انا هنا ضفت ثلاث بيضات، 3 حبايات بيضات هنا. ماشي، هروح حاطه فوقيهم كوبايه. ثواني كده بس شوف بس اللبن على البوتاجاز. اللبن هنا بقلبه تمام كده. طيب انا هنا كده اللبن حطاه على البوتاجاز تمام. انا حاطه هنا 3 بيضات. هاجي هنا كده، خلي ده هنا كده عشان عايزينه. ماشي، هحط هنا الفانيليا كيسين يا حبايبي. ماشي تمام. طيب هاجي هنا هروح حاطه كوبايه جوز الهند. دي خشنه، لو ناعمه ما تضيفهاش مع في الخلاط. لو كده بقى لو خشنه ضيفيها في قلب الخلاط، يعني لو ناعمه هنحطها معانا في قلب الدقيق. تمام. عيني بس انا كده على اللهم صل على النبي. ايه تاني؟ الزيت. ثواني بس معايا اصك بس ايه بس كده. انا هنا بعمل اكل برضو تاني في قلب الفرن. ماشي، هاجي هنا بس كده عشان انا عايزه مج. تمام، انا كده محتاجه هنا مج. كل حاجه هنا انا هدخلها. تمام. طيب معلش انا اسفه، انا حطيت الكوبايه دي من غير ما اقول لكم ده ايه. ده دقيق سميت، دقيق بسبوسه. هتجيبيه سايب من عند العطار، ما تجيبيش اكياس. الاكياس دلوقتي بقت غاليه. تمام كده. ما انا بقول لك اهو، بص على قد ايدنا خالص. وهنعمل صاج كبير زي ما انتم ما شايفين الصاج المحطوط ده. طيب المهم احنا هنا كده ضفنا ايه معايا هنا؟ كوبايه الا ربع من الزيت. على فكره الزيت عادي خالص، مش شرط زيت ايه بالظبط. تمام، كوبايه الا ربع من الزيت. ماشي، هنضيفهم هنا معايا في قلب الخلاط. وانا مستعجله ببقى متوتره. تمام تمام كده اهو. ماشي، افضل بقى اضرب فيهم خالص في الخلاط. وانا بضرب كده هقول لكم احنا هنضيف ايه تاني. هشغل بس ايه معايا الخلاط الناحيه التانيه كده وراجعه لكم تاني. معايا هنا لبن سخن، لبن سخن. ماشي، كوبايه. راح اضيفها في قلب الخلاط وارجع لكم تاني. معايا نص كوبايه كمان اهي. تمام كده، يبقى كوبايه ونص من اللبن. هو انتوا ممكن هتشوفوه قاطع اهو. تمام، باين قدامكم لبن قاطع. تمام كده، هروح احطه في قلب الخلاط برضه. الخلاط شغال معايا. هنحط كده كوبايه الدقيق، ونخلط كوبايه سمين او كوبايه الدقيق البسبوسه. تمام كده. وهاجي هنا اروح حاطه هنا مخليه معلقه كبيره بس مش مليانه. كده كملت انا المعلقه الكبيره. تمام. واروح حاطه شويه كربونات الصوديوم.
كل ده هيرفع لي معايا نتيجة الروان معايا. تمام اهو، حاجة بسيطة خالص. ماشي. معايا ذرة من السكر من الملح، انا اسفة. هطفي كده على الخلاط وارجع لكم تاني. معايا كوباية الا ربع من السكر، هروح اضيفها كده هنا برضك معايا في قلب الخلاط، ونروح نرجع تاني نضرب في قلب الخلاط. هاجي هنا هنخل الدقيق بتاعي اللي عليه معلقه البيكنج باودر الكبيره، عليه ذره من الملح، عليه ذره من كربونات الصوديوم. يبقى انا هنا حطيت في البوله معايا، هقفل بس وارجع اقول لكم انا حطيت ايه تاني كده. انا هنا كده هنعمل العسل مع بعض برضو. حطيت كوبايه من السكر، نحط الثانيه. وانا افتح الكيس يا جماعه، اي سكر عندكم. انا بحط قدامكم اهو علني كده سكر طويل عادي خالص. ادي كده كوبايتين من السكر، وهضاعف عليهم كوبايتين ونص من الميه. بسم الله. ادي كده واحد، ملوش تاني. ادي كده 3 كوبايات من السكر. هروح بقى اعلق عليهم على البوتاجاز، مش هحط فيهم اي شيء دلوقتي خالص، ولا ليمون ولا اي حاجه. تمام كده. ولا هحط معلقه في قلبيها اهي، ولا اي شيء. تمام كده. هاجي هنا في الخلاط بتاعي، هروح احط معلقه كبيره عندنا من الخل وارجع لكم تاني. قبل لما عندي الحاجه كلها عندي اتضربت على في الخلاط، كنت انا روقت دنيتي كده زي ما انتم شايفين منظر الرخام عندي. تمام كده اهو. هنزل بقى بواحده واحده في الخليط. هنزل واحده واحده خالص في الخليط. تمام ماشي. هنعمل بس دي هتجيب بقى فرشه بس ثواني اهو يا حبايب قلبي كده اهو معانا. تمام. هفضي بقى هنا الخليط واحده واحده زي ما انتم ما شايفين كده، وانا بفضي بقلب. تمام. بسم الله بسم الله، صلي على الرسول. وطول ما انت بتعملي حاجتك تصلي كده على الرسول كده، عشان تبقى حاجتك طالعه كويسه، طالعه ناجحه معاكي كده اهو. عندي كل حاجه كده سخنه معايا في قلب الشفشه بتاعي. عايزه اقول لكم حلو جدا، وهتطلع ناجحه ان شاء الله معاكم. طيب يا ام سيف، مصاب كبير باذن الله. وكمان تلاحظوا اللي انا دلوقتي بعمل لكم في صاجات كبيره عشان تقضي اسرتك. احنا شايفين الدنيا غلا ازاي، وكميه بسيطه خالص عشان تبقوا عارفين. كده اهو هننزل كده واحده واحده. تمام زي ما انتم شايفين كده. هجيب بس البسيوله عشان تنزل كل الخليط معايا. اللي عندي في البوله. تمام كده اهو، كل حاجه قدامكم. بسم الله. كده اهو. عندي العسل بتاعي على البوتاجاز، لسه ما ضفتش فيه فانيليا، نسيت حتى وشلتها في التلاجة، هخرجها تاني. ولسه ما ضفتش فيها نص ليمونه.
كده اهو. كيكة الرواني دي تحفة جدا. انتي بتروحي بتجيبيها بالشيء الفلاني من بره من عند بتاع الحلويات. تمام كده اهو. نزلي كل المقادير بتاعتك عشان تبقى ناجحة معاكي. ايدك نضيفة، حاجتك نضيفة، ما تستهونيش بحاجتك. ثواني بس كده عشان ايه الفرن مولع لي مسخن بصراحة ربنا. عندي البوتاجاز كله تمام كده. انا كده وطيت خلاص. ماشي، هاجي هنا بقى اروح حطاها في الفرن على درجة الحرارة 180. تمام كده. ومعايا هنا كده عندي، اللهم صل على النبي، العسل بتاع البوتاجاز. هرجع لكم تاني، نسيت اقول لكم اللي انا بسم الله انا هخبطها كده تخبطتين عشان تبقى متساويه معايا كده اهو. في 10 دقايق هتحضري الحلو بتاعك. طلعي منها بقى الهواء كده اهو. اروح مدخلاها في الفرن على طول. خليكم معايا حبايب قلبي. معايا ليمونه هنا اهو، انا بخزنه. ماشي، يعني هتحطي كيس فانيليا ونص ليمونه. تمام كده. وهنطفي عليها بعد 10 دقايق. قلبي بصوا العسل اهو، والكيكه معايا طلعت جميله جدا وحلوه. تسلم ايد اللي عملتها. طبعا عندي الفرن عندي زي ما قلت لكم اللي انا كنت مشغلاه على الاكل. تمام، ما كانش ينفع ان انا ادخل الصاج. ماشي، انا هنا كده اهو كده اهو. هفضي طبعا، هفضي معايا العسل بتاعي كله. بصوا على فكرة طول ما هي بتشرب العسل طول ما هي نجحت معاكي. تمام كده اهو. هنجيب بس فوطة كده. كده اهو. عندي كيكة الروان لازم بتتسقي اهو. بصوا شايفين بتشرب وجميلة جدا. ماشي، لازم تتسقي بالعسل. معايا هنا بصوا شايفين ابيض ازاي ولونه حلو ازاي. ده معايا من شهر رمضان. ده ايه ده يا ام سيف؟ ده جوز الهند. عايزه اقول لكم معايا من شهر رمضان، محتفظه بيه بالبياض بتاعه ازاي كده. كان عندي في الفريزر. احتفظي بيه في الفريزر، بيبقى في منتهى الجمال، بيبقى حلو قوي. تمام كده اهو. لازم معاكي العسل بيبقى سخن او دافي يعني سنه. ومعايا اول ما هتطلع معايا كيكه الروان. تمام اهو. كده اهو شايفين. ربنا يهديك يا ام عايز. كده اهو.
كده اهو. تمام كده. ماشي، هجيب بقى معلقه واسويه، وده الكيس دوت هحتفظ بيه تاني في قلب الفريزر، مش هيجرى اي حاجه خالص. كده اهو. وهقول لكم ليه دلوقتي انا بعمل كده. كده اهو، بصوا. ماشي، خليكم معايا عشان في مكون تاني هنحطه معايا هنا يا حبايب قلبي. الفستق الكداب اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، عايزه اقول لكم بقى هيديني شكل تحفه جدا على كيكه الروان بتاعتي. بصوا، شايفين المنظر رائع جدا يعني، صدقوني. ما انا بقى بقول لكم بقى ليه الاطفال بتحب الالوانات دي، بتعشق الالوانات دي. تمام كده اهو. عندك براحتك، ما عندكيش برضو يعني خلاص استكفي جدا جدا كده بجوزة الهند. بس شيء اساسي جوزة الهند عندنا، عشان جوزة الهند معروفة وكيكة الروان اللي هي بتترش عليها جوزة الهند. تمام كده. بصوا شايفين عندي جوزة الهند اهو. بصوا يعني عايزه اقول لكم رائع جدا. انا بقول لكم عيالي عندي بيحبوا الالوانات دي. يعني ابني ما شاء الله لما شاف جوزة الهند الله شكلها حلو. يعني على الاقل مثلا ايه، لو الطفل عندك بيقول لك الحاجه شكلها حلو، بيشجعك اللي انت تعملي تاني، بيشجعك اللي انت عايزين حاجات من دي تاني. انت مش هتعمليها باستمرار، بس تكفي قوي الصاج ده هيكفيكي يومين مثلا انت وانت واسرتك، وكمان تدي لحبايبك. تمام كده. دلوقتي كده انا مش هقدر اقطعها عشان سخنه، لازم اقول لكم هنعمل فيها ايه. تمام. لازم اقول لكم هنعمل فيها ايه، عشان بعد كده هسيبها تبرد تماما، تبرد تماما. وبعد كده فاكرين طبعا انتوا الاكياس دي صح كده. طيب احنا هنا كده هنروح حاطينها، مش هي طبعا لا، احنا فتحنا اهو. بصوا اهو، مكانش حتى مفتوح كويس، كنت مستعجله زي ما انا بقول لكم كده. النهارده بقى يعني ايه، بعمل حاجات كتيره جدا بصراحه الحمد لله. كده اهو عشان تفضل معايا طريه. تمام كده اهو. ماشي، هجيب الفوطه عشان نسيت خالص اجيبها، واروح مغطيها، اغطيها واسيبها. مش هحطها في التلاجة، مش شرط ان تتحط في التلاجة، مش زي طبعا بقى ايه الكيكه معانا بتاعت الجاتو، مش شرط. تمام. ماشي يا حبايب قلبي. طيب انا هنا كده اغطيها وتبرد، ونقطعها ونشوف مين اللي عايز منها ونديله بألف هنا وشفا. وكمان انا عندي طول ما حاجه حلوه كده انا عيالي ما بيسكتوش. بص شايفين مفيش حاجه ايه واقعه اهي، شايفين؟ مش مشكله يعني ايه لو مثلا كده مفيش اي مشكله خالص.
هتتنفض، يعني مفيش حاجه هتتهدر مننا. ماشي، احنا هنا كده هنغطيها ونسيبها زي ما هي كده، وهرجع لكم تاني وقت ما هنيجي نقطعها. قلبي رجعت لكم اهي، بصوا شايفين الجمال وتضافعت معايا ازاي واترفعت ازاي في منتهى الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. القطع بقى زي ما انتي ما عايزه، انا مش هجبرك على ايه بالظبط انت هتقطعيه، هتقطعي الكميه قد ايه، لا براحتك خالص. تمام كده اهو. ماشي، كده اهو. بص يا حبايب قلبي، منظر القطعه بتاعتي، بص قوامها حلو جدا وعاليه في منتهى الجمال اهو، شايفين. ماشي، عايزه اقول لك على حاجه، طبعا انا هغطيها تاني عشان تفضل معايا طريه اهو. الاكياس اهي، وكمان الفوطه اللي انا مخصصاها برضو للحاجه بتاعتي. تمام كده. متستغربوش انا بعمل ايه. تمام، عايزه اقول لكم طعمها بامانه دمار شامل. على فكره جارتي بتفتكر دي كيكه، كيكه يعني ايه هقول لكم، كيكه عاديه مش كيكه روان، انتوا فاهمين. في منتهى الجمال جدا وحلوه قوي بصراحه، حلوه جدا جدا يعني. كده اهو. تمام، نجيب بقى قطعه كده عشان التصوير. شايفين، شايفين الجمال، شايفين الحلاوه. ايه ده، ايه الجمال ده، بامانه تحفه. وكفايه قوي شكلها، كفايه الشكل بتاعها، كفايه قوي الشكل بتاعها بصراحه ربنا، يعني في منتهى الجمال. يعني لازم تجربيها، يعني لازم تحطي لي لايك وتفعلي لي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكمان ما تنسيش الكميه بتاعتنا دي اتعملت بقد ايه، ومحدش هيصدق بكوبايتين برضو اتنين زي ما كانوا مش مصدقين على نظام الجاتوه بتاعنا. بصوا تحفه تحفه تحفه، نمسك كده، جميله جدا وحلوه قوي 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 يعني. يا ريتك بقى ايه تدعميني كده كتير جدا عشان تحطي لي لايك وتفعلي لي الجرس وتشتركي في قناه في مطبخ ام سيف المصري عشان يوصلك كل جديد. وكل وصفاتنا على قد ايدينا، والله العظيم 3 كل وصفاتنا على قد ايدينا، زي ما بنقول على عينك يا تاجر، على عينك يا تاجر. يعني احنا، يعني انا عامه ما بضحكش على حد، يعني انا عامه يوم ما بدي وصفه لحد بديها زي ما قال ربنا سبحانه الله وتعالى، ما نضحكش على حد. عشان ده، عشان ده كده احنا ما بنضحكش على نفسينا، احنا ما بنضحكش على نفسينا. لو انا اديتك معلومه غلط او كمان اديتك فكره غلط، وطيت لك الستاند شويه او التليفون شويه عشان خاطر تشوفي المنظر بتاعنا الجميل ده. بصوا شايفين واخده قد ايه، وبصوا اهي القطعه دي حلوه جميله جدا. لو حطيتي 3 ولا 2 لضيفك وهو قاعد معاكي، في منتهى الجمال. قطعه لذيذه جدا وفي منتهى الجمال، والعسل فيها كويس والسكر فيه مظبوط، مش مسكره للدرجه اللي هي. عايزه اقول لك على حاجه، انتي جربي واعملي وهتجربي وصدقيني هتنجح معاكي، وكمان هتدعميني كتير. بس اهم شيء عندي اللي انت تدعي لي دعوه حلوه، والله العظيم 3. انا ما بحط وصفه بعيد عن الكاميرا، انا ما بحطش اي حاجه بعيد عن الكاميرا.
كل حاجة قدامكم. اخر حاجة اللي انا حطيتها في قلب الخلاط هي المعلقة الكبيرة الخل فقط لا غير. السكر زي ما انا ما حطيته هنا، جيت برضك حطيت هنا الحلة زي ما هي، وبعد كده برضك عرفتكم انا هحط قد ايه ليمون وقد ايه فانيليا. يعني انت هتجيبي اكياس هتحطي كيس واحد ونص ونص ليمونية بس فقط لا غير. بس كده. يعني انا بقى نفسي ومن عيني ان انت تدعي دعوة حلوة كتير جدا كده من قلبك، عشان تعرفي وصفاتنا ديت وعلى قد ايدينا جدا جدا، على قد ما بقدر اللي انا بجيب لك الوصفه على قد الايد، وكميه كبيره لاسرتك كلها، لضيفك يجي، حد يجي، والدتك جايه، اخوك جاي، المهم يبقى عندك حاجه حلوه في بيتك. صح كده ولا انا غلطانه؟ هاتيلي بقى لايك، فعلي لي جرس الشركه في قناه مطبخ المصيف المصري عشان يوصل لك كل جديد، يوصل لحبايبك كل جديد، وادعميني كتير كتير كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.